حكيمي قائد المنتخب المغربي خرج بالاعتذار لجميع المغاربه في الحساب الانستغرام تاعو وبوسطاه نهار 15 في الشهر. سمعوا اشنو قال: إلى جمهور المغربي الوفي، بصفتي أحد قائد المنتخب الوطني وباسمي وجميع اللاعبين، أتقدم إليكم بخالص اعتذاري على الأداء والنتيجة التي لم تكن في مستوى تطلعكم وانتظاراتكم. نعلم جيدا حجم المسؤولية التي نحملها عندما نمثل المغرب، وندرك مدى حبكم ودعمكم لهذا القميص في كل الظروف، لذلك نشعر بخيبة أمل التي تشعرون بها الآن. هدفنا كان دائما هو إسعادكم وتشريف الوطن. نعدكم بأننا سنواصل العمل بكل جد وإتقان، وسنقاتل من أجل تصحيح الأخطاء والظهور بصورة أفضل في المباراة القادمة. ثقتكم ودعمكم المستمر هما مصدر قوتنا ودفعنا للتقدم الأفضل. شكرا لكم على مساندتنا الدائمة، ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم فيما هو قادم. ديما مغرب. هذا هو البوست باش سالاه وحطه في الانستغرام تاعو. اعتذار مقبول. الاعتذار وتحمل المسؤوليه هذه هي الرجوله. احنا معك كابيتان في الربح والخساره، وديما اسود الاطلس، والله يكمل عليكم بخير، ونتمنى اننا تكون الفرحه المقبله كامله يا ربي. كنتمنى ان يكون الدعم لوليداتنا. اخطاء كتوقع، والمنتخب اولا الكره كما كنقولوا حنا فيها الربحه والخسران. تعصبنا، تغوتنا، تقلقنا، مي الحمد لله على كل حال. هذاك هو الحد نتاعنا فين وصلنا. الانسان كما كنقولوا حنا من الخطا كيتعلم. نتمنى ان الله يكون الدعم ديالهم في كاس افريقيا اللي جاي، حيت حاسين بخيبه امال، حاسين بانهم ما كاين الجمهور بحال يتقلب عليهم، بالذات حكيمي، لان لقى انتقادات كثيره كثيره كثيره. وما نساوش بانه كان صغير، عنده 18 عام، وسمح بزاف ديال الفرص اللي جاتو واختار المغرب. ماشي سهله، انسان ترعرع او لا كبر وكانت عنده فرص كثيره واختار المغرب. هذا هو